يعني مر فيها النادي الموسم كله. وقدرنا الحمد لله كمان انه نأكد عبر المركز الثاني ان نتأهل البطولة الآسيوية الموسم المقبل. اي سؤال من الاخص؟ بس شوف الميكروفون. عاطف الأحمدي من الاقتصادية. طبعا في البداية نبارك لمستر زلاتكو المستويات اللي قاعد يقدمها نادي الهلال وخصوصا في البطولة الآسيوية. سؤالي هو بالنسبة للاعب سعد الحارثي. سعد الحارثي اليوم شفناه شارك مباراة كاملة من الدقيقة 53. فعلا بدأ الإعياء على الكابتن سعد الحارثي. ما أدري هل هو كان احتفاظه بسعد الحارثي لتعويده على أجواء المباراة وخصوصا أنه يستفيد منه الفترة الماضية، وهل تواجده ما كان حيسبب له بعض الإصابات خصوصا أن الإعياء بدأ عليه فعليا من الدقيقة 53؟ Question concerning Saad. Saad, after 55 minutes, he started to look tired. Was it a reason that he get adapted for the game recamp for the next period, or that at the same time, if he's tired after 55, there was risk maybe that he can get injured also at the same time? Today Saad Harty played very well game, but I'm sorry because didn't score goal. He had 4 or 5 chance, big chance, but I understand him. He didn't play many time full game. Today I give chance to him because before I had Yasser, Wesley, you, Harty, 4 very well strikers. راضي بأداء سعد اليوم، وجته فرص يعني 4 فرص شبه مؤكدة، يعني هذا في نفس الوقت يعني انه اتمنى انه كان يقدر يسجل واحدة منهم. يعني عندنا المركز هذا مكتظ بالمهاجمين، في ياسر ووسلي ويو وسعد، وجت فترة يعني انه سعد ما كان له مشاركات كثيرة، فحب انه يعطيه اكثر مدة ممكنة يعني، واللي هي اليوم لعب مباراة كاملة. He was tired after 50 minutes because it is normal. Didn't play game, only maybe 10 minutes, 50 minutes, no play. But if play full game after long time, it is big problem for Saad. طبيعي يقول لك أتفهم الوضع هذا، إنه بعد تقريبا 50 دقيقة أو أكثر بشوي يمكن بان عليه تعب، لأنه الفترة الماضية ما شارك إلا دقائق قليلة، 10 دقائق 15 دقيقة، وهذا شيء طبيعي يعني إنه بعد فترة طويلة يبدأ يلعب مباراة كاملة يعني، وأمر طبيعي يعني. There was no worry to lose him because there was risk of injury. Yes, but I don't have other solution on the bench because Yasser tired, injured, same Abid Noaf. I want to give chance Saad. I expect to score goal because many chance that because confidence Saad. But alhamdulillah no injuries. الحمد لله انه ما اصيب، يعني هذا اخر حديثه. في نفس الوقت انه يقول الحلول يعني اللي كانت الهجوميه عندنا ياسر، واحنا يعني ما كان